مرحبا بناس ستيف. مرحبا بك اختي، مرحبا بك. الوالد والطفل صحاب ياسر يا بار. اي برشا. تحكي لبوك كل شيء؟ كل شيء. انت معرس ولا؟ اي معرس. دونك كي معرس اول ما معناها باش تاخذ المراه اللي باش تكمل معاها حياتك، مشيت لبوك حكيت له ولا مشيت لامك اللي حكيت لها؟ شكون حكيت؟ مشيت لبابا حكيت له. شنو هي باش يحكي لنا يضحك هو. اش قال لك؟ قال لي يا ولدي عندي هاي البنيه اللي نحب نديها ومشينا لبوها، حاولنا 3 مرات 4 مرات بالسيبه مدانا. ايش عامل من عامله؟ علاش بوها ما عطاكش من المره الاولى؟ كانت مازالت صغيره شويه تقرا وشغل صعب. انا شوف صعب بعد سهلت ان شاء الله والحمد لله على كل حال. تزوجنا صاير واي معنا ضرب معنا. وهو مش يعمل في العمايل هذاك، علاش بوها ما حبش يعطيها؟ الحقيقه الحقيقه لا، الناس لازم تسال قبل وتشوف الوضع تاع لي جون كيفاش ولاو. الوقت صعبت الدنيا شوي. كيف والظروف باش تقبل ديريكت لازم تغسل، لازم تشوف الظروف تاع الراجل كيفاش. شغل شويه صغار ثاني هم مطون مازلنا صغار، تسمى من احسن بعقله يشوف معاه. ترى فيه بتاع انه يتحمل المسؤوليه بتاع الدار والمراه والصغار، كما تعرف كما قلت انت مش كما قبل كما توا، برشا حاجات تبدلت وخاصه الميزانيه تبدلت. صحيح صحيح. والاب ثاني، الاب تاع المراه ثاني لازم كي يمد لازم يدنق للبو ثاني كيفاش مدير، ويدنق للعائله كيفاش مديره وكل شيء. كان ياسر ضمان ما عندي. لازم نضمن. الوالد هو اللي يضمن. اكيد اكيد. وانت مشرف في الوالد اكيد، ما دام ضمن فيك انت مشرف. اكيد 200%. قداش عمرك؟ 26. توا رساله منك انت، احنا قاعدين نمروا بفتره سواء في تونس والا حتى في الجي، برشا عباد ما عادش تحب تعرس وتقول لك انا عمري صغير، لا مش توا مازال بكري، دونك باش تباسي ميساج شنو تقول لنا؟ شوفي دوك هو موضوع ما نقدرش نلخصه كان في جمله صغيره والله، بصح نقدم نصيحه يعني يا اخي، الزواج مليح والزواج نصف الدين، والزواج راه عفاف للراجل وللمراه وللناس كامل، وحتى رب العالمين راه وعد تزوجوا فقراء يغنيكم الله. لكن يقول لك المقوله هذه لا تشري خبز لا تشري دبش لا تنجم تفطر لا تنجم تعمل لا تنجم تعمل حتى شيء. اما كي يبارك له ربي وياكل ويشبع ويبات ويبقي عليه ربي ستيره من المرض وما تمرضوش ما الحرقه. كان مشي حرق والوالد عطاه. مشدوا به يخدم عام وعاود رجع الحمد لله. كانش باش يرجع ماله. مشى تركيا ثاني مره، خليته راح شافوا سيه ورجع. كيشبع. اما ما نكذبش عليك، انا شوفي من قبل الزواج كانت اموري تعبه الحق ربي، بصح ملي تزوجت والله الحمد لله يسر لي رب العالمين في برشا حوايج، في خدمتي في كلش والله الحمد لله. اول مره تجيو بحذانا لتونس ولا مش اول مره؟ انا اول مره نجينا والمدام مال نجي وحدي، جيت من قبل. فاميلتي من هنا، عندي فاميلتي هنا. نموت عليها تونس. نجيو للوالد، احنا نقولوا الجزائر وتونس خاوة خاوة، وجمعتنا نقولوا برشا حوايج وحربنا مع بعضنا وكنا قراب مع بعضنا برشا. تونس كما جيتها اول مرة كما توا؟ لا تغيرت شوي. فايش تغير؟ تغيروا حوايج بزاف في النظام، في الماكله، في الشراب، في لي زوتيل. صعبت المعيشه شويه للتوانسه. مي ما احلاها تونس، ديما تبقى تونس. اللي جاء اول مره لتونس وشرب ماها يبقى والله. كاين اللي مات هنا، مات في الكهرباء فرودور، غير مات عنده جمعتين، مات مسكين في الفولون 75 سنه، مات قاعد يعني ماهوش اكسيدون. تونس سحاله بزاف برشا. كي نحكيو لا اله الا محمد رسول الله، نحكيو امور اقتصاديه توا، نجيو الجزائر قفزت برشا لتونس. شنو هي السبب اللي يخلي الجزائر مالغري الجزائر وتونس ماهمش بعاد على بعضهم برشا؟ انت كسايح شنو هي اللي ترى فيه؟ انا النظره تاعي الدوله كي تعود حاطه باسطه يدها على الشعب وقايمه به، الشعب ما ينضرش. نهار ترفع الدوله يدها على الشعب وتخلي الحريه بين الناس، تغلى المعيشه وتغلى كل شيء، باسكو الشعب ما يرحمش بعضها. هذه هي هذه هي اللي صارت تونس. اما تونس مازالت الماكله رخيصه في لي ريستورون. شنو هي اكثر ماكله تونسيه تحبها كي تاكل؟ عجه، فرقاز. وربع الدجاج، والله كل شيء حلو. ماكلتنا حاره، ماكلتكم انتم ومقلوب هذاك تاع الصباح، واش اللي مقلوب كيفاش؟
اوكي، كي نسالك سؤال، المدام شنو يعجبها في تونس؟ مازال حنا جينا غير البارح، وصلنا غير البارح. قالت لك تقول هي مليحه، الماكله تاع تونس بنينه ياسر، هذه لا نقاش. وين مقررين باش تروحوا؟ هنا في تونس العاصمه برك. ما كنتش تمشيوا لسوسه بنزرت؟ لا حاليا مانيش مبروغرامي هكذاك، بصح ممكن. كلمه الختام قبل ما نسكر معاك، شنو هي تقول لزوجتك وباش توعدها؟ باش نوعدها بما اخص انه نهار 13 اوت ما عندوش برشا من يتعدى، هو يوم العالمي للمرأة. واش نقول لها؟ ربي يخليها لي ان شاء الله وربي يفضلها، وهذا واش راح نقول لها؟ والله ما على الوالد موجود. اسمعي، انا قلت له انت احكم الهجوم والدفاع خليه لي ليا، كيفاش ما قدر الله هذا مكان، والحمد لله وربي ان شاء الله عن قريب راح نولي جد، وان شاء الله ربي يجيب الخير. وهذه هي اختي، وهذه هي، بارك الله فيك. السلام عليكم. تعيش.